دول السجاد اللي انا بطلعه، كنت مجففاه ومنشفاه، وما بحبش افرشه كتير لان انا قلت لكم من الناس اللي موسوسه قوي. لازم عشان افرشه ببقى مكلفه، ببقى عامله معجزه عشان ايه؟ اخليه يبقى نظيف، ما تجيش عليه يمين، ما جاتش عليه شمال، اي حاجه ما تجيش عليه. المهم بفرشه، بس ساعات ما بتشوفوش يعني. انا بقى هنا كنت غسلاه علشان كان مفروش قبل رمضان، يعني اول يومين في رمضان غسلته وجففته. شايفين شكل السجاده ايه؟ نزلتها من فوق السطح. المفروض واحده زي هتلفهم وتنزلهم على طول، لا، مش هعملهم كمان بالمقشه عشان المقشه فيها هاموش وهي نظيفه اساسا السجاده. انا بحب اعمل كده. في ناس بتمشي عليها بنقطه خل وتفرش وتقول لك ايه شيلي. هنا برضو الموكيت السجاده الكبيره دي انا ليا في البيج، هي نظيفه ما بتطلعش حاجه، بس علشان نشفت على السطح فايه لو فيها هاموشه كده كده انا لما بعملها كده برتاح نفسيا، فانا اعمل الحاجه اللي بتريحني نفسيا. او شوفوا هاموش من على السطح. خلصتها اهي. بصوا بقى انا عملت سحور ايه، يعني حاجه كده هتقولي لي ايه اللخبطيشن اللي انت عاملاه هنا. بصوا دي جبنه قريش، وده خيار كلنا عارفينه، ودي بطاطس مقليه، وده بتنجان بدق التوم بالليمون اهو. هتقولي انت حاطه كله في طبق واحد ليه؟ امال اكلين افضل اغسل في المواعين؟ هو طبق جزء بتنجان بدقه شطه حمرا اهو، بتنجان بدقه حمرا، وده جبنه قريش وخيار. ايد هتاخد كده، ودي بطاطس مقليه، ايه المشكله؟ والعيش اهو، وكوبايه بلح بلبن. وبيحبوا القهوه بارده بعد الاكل، هما حرين، كل واحد وبقه، كل واحد وايه وبقه. تعالوا بقى معايا هنا هنفرض ايه الصلاه على سيدنا النبي. انا طفيت النور، تقولي ده متخلفه، اقول لكم لا هعيده تاني، ما تاخذونيش، انا بعمل حاجه اللي بتريحني نفسيا يعني. انا معاكم بعيد عن الاكل خالص خالص. هبخ بخ عشان الدبان والناموس، بعيد عن الاكل اهو، بعيد خالص، تمام، عشان الجزء ده
لا اله الا الله. ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حد طلب منه طلب الا لما اداهوله. يعني ايه؟ كل واحد بيتقي الله في امر من امور حياته، بيتقي الله في امر من امور حياته، ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه. واللي بيرضى بالمكتوب ربنا سبحانه وتعالى بيبدله افضل من اللي هو راضي بيه. بيبدله افضل من اللي هو راضي بيه. محدش رضى بقضاء الله الا لما ربنا عوضه افضل منه. دايما كده اللي بيرضى بالمكتوب الخير بيجيله من كل ناحيه. تمام؟ هتقولي لي يا مدام منى او يا مس منى او يا استاذه منى، شبه ما بتقلي اي حاجه بقى. انت بتحبي ترفعي الفرش ليه؟ هقول لكم عقده نفسيه. اهو شايفين؟ انا لما الستاير كمان هتقولي انت لما هقول لكم من البرص اللي في تفكيري. يعني عندي حاجه واكلاني في دماغي، حاجه واكلاني في دماغي. ايه هو؟ اهو اللي واكلني في دماغي ان انا بصوا بحب دايما لاني لو فرشت الحاجه هتعود عليا ان انا هقول ايه، هقول ايه، مش عارفه اقول لكم ايه. هقول ان انا هفرشها وهتتطرب. تعالوا اوريك المنظر الفينش بتاعها. مجرد ايه؟ رؤيه يعني. صلوا على النبي كده، صلوا بينا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وتعالوا شوفوا. ادي واحد اهو، عشان يعني تقولوا لي انت ايه يا مدام منى عامله الحاجه وقافلاها؟ لا، صلوا بينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اهو شايفين؟ بس هو لاجل الوسواس. لاجل ايه؟ لاجل الوسواس الخناس اللي عندي اللي بيخليني ما بحبش افردها. تمام؟ اهو خليكم معايا وانا هظبط كل حاجه. صلوا بينا على رسول الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. هي كده جميله جدا اهي. هتقولي طب والما ليه؟ هقول لكم يا جماعه الجو تراب. يا فرحتي لما افرش وابص الاقي ايه؟ افرش والاقي التراب مالي الدنيا. هزغط انتوا هتزغطهم؟ لا، هتتفرجوا وتقولوا لي ايه اغسليها. ممكن ما تقولوش اهي. ايه رايكم؟ حاجه كده فاخر من الاخر. انا ممكن اسيب القماشه اللي واخده في الجنب دي علشان خاطر ايه؟ تبقى مفروده كلها اهي. اهي شايفين؟ بتبقى حاجه كده يعني عادي. شايفين؟ حاجه كده دي اللي عجبتني ستايل. قولوا لي ايه رايكم فيه. صلوا بينا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وما تنسوش تدعوا لنا دعوه حلوه،
ومناخيري ورمه من البرد. اللي هلاقيه كاتب لي الكلام ده تاني هضربه. يلا مع السلامه.